انا جيت. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة فيديو النهاردة هو عن طريقة فك حظر جميع الارقام المحظورة انتهاك مشدد. يعني يا حبيب قلبي لو انت رقمك طاير انتهاك مشدد كمل الفيديو الاخر او تابع الفيديو عموما، ان شاء الله مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت فاكك رقمك انتهاك مشدد وانتهاك الاسبام العادي، وباذن الله يتم التخفيف عن رقمك لو انت واخد انتهاك اعمال. تمام. بس طبعا لازم تعرف ان احنا في بداية كل فيديو يا ريت تصلي على النبي، تمام، علشان ربنا يكرمنا، وتشترك طبعا في القناة لان احنا خلاص هانت قوي على دخولنا 4000 اخ واخت على القناة، وان شاء الله نعمل محتوى جامد جدا باذن الله. وكمان لايك للفيديو وشير علشان الكل يستفيد، وانا كمان اكسب يعني ايه الثواب بتاع ان كل واحد فك رقمه بالكود بتاع النهارده، كود فعال 100%. طبعا من عنوان الفيديو انا كاتب لكم حظر ارقام الواتساب توعية امنية. اهم حاجة تركز في كلمة توعية امنية، لان النهاردة هقول لك على كام معلومة ليك انت علشان رقمك تحافظ عليه من انه يطير. تمام، لان حرفيا البندات كترت جدا 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 اليومين دول، والناس بقت بتطير اي حد بدون ذنب وبدون ما انه يعمل حاجة. هو بص انت شكلك مش عاجبه هيطيرك، فاهم الفكرة؟ فاللي انا بكلمك فيه بقى يا حبيب قلبي، لو انت معاك نسخة واتساب اعمال الفترة دي يا ريت تمسحها وتشتغل بنسخة معدلة، نسخة بلس عادية جدا، او تشتغل بنسخة مكان متجر اللي هي نسخة المتجر بتاعتنا العادية. تمام. والنسخه المعدله اللي هي ممكن تكون نسخي عادي جدا. اهم حاجه انك ما تشتغلش باي واتساب اعمال عموما. تمام، لان حرفيا اليومين دول انتهاك اعمال، كود انتهاك اعمال. اي حد معاه رقم وشغال بنسخه واتساب اعمال ممكن يطيرك في ثانيه، فاهم الفكره؟ يعني انت شغال بنسخه واتساب اعمال علشان مثلا نسخه ما بتهنكش ضغط مش عارف ايه الكلام من ده، ولكن بتوع واتساب اعمال عموما اليومين دول هم اللي بيطيروا على طول بدون سبب. الاكواد بتاعت انتهاك الاعمال بتطير، بص يعني، فاهم حاجه انك تغير نسخه واتساب اعمال الفتره دي بس لحد ما الاكواد تقف، فاهم الفكره؟ علشان كده انت هتتظلم وهتظلم نفسك ورقمك هيطير فتره كبيره، فمش مستاهله يعني. تمام. تاني معلومه معانا النهارده اللي انا عايز افهمها لك، انك تخفي اي حد يشوف صورتك والوصف بتاعك او البايو بتاعك عموما الا للناس اللي انت مسجلها. الميزه دي بتبقى موجوده في كل النسخ عموما. تمام. يعني محدش يشوف صورة البروفايل بتاعتك ولا الوصف بتاعك الا الناس اللي انت مسجلها فقط. اي حد تاني مش مسجل انت رقمه وكده يعني ما يشوفش الحاجة دي. تمام، علشان انت تحمي نفسك من انتهاكات اللي هي بتاعت الايه اللي هي بتاعت عموما الحظر بتاع العكس والاكواد بتاعت الانتهاك اللي شغال اليومين دول. اما الانتهاك المشدد فباذن الله النهارده هي دي فكره الفيديو بتاعتنا، علشان اعلمك وافهمك ازاي لو رقمك طار انتهاك مشدد تفك الرقم بكل سهوله في خلال ساعتين بس باذن الله. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بص بقى يا حبيب قلبي، علشان تكون عارف من البدايه كده، اي حاجه انا بشرح عليها عموما هتلاقيها تحت في الديسكريبشن في صندوق الوصف. تمام، هتلاقي اي حاجه انا بشرح عليها بس كده علشان ما نضيعش وقت كتير في ان انا اشرح القصه ديت. هتلاقي اي حاجه انا شرحتها عموما تحت في صندوق الوصف. طبعا في المقدمه اللي انا اتكلمت فيها عرفتك الدنيا ماشيه ازاي وطرق ازاي ان انت يعني تدافع عن رقمك او ان انت تحافظ على رقمك من انه يطير. الجزء ده طبعا بقى هنشرح فيه بالتفصيل، اللي هو انت ازاي بقى لو وقعت في الفخ ده ورقمك طار ازاي انك تفك رقمك في اقل من ساعه باذن الله. اهم حاجه انا هقول تركايه او تركايتين باذن الله في الفيديو بتاعنا ان شاء الله دوت، علشان يعني ايه تخلي رقمك لو رقمك طاير انتهاك مشدد يعني يتفك ان شاء الله في خلال ساعه واقل كمان باذن الله يعني. تمام، بس اهم حاجه انك تتابع معايا الفيديو للنهايه. تمام. طبعا كل حاجه بقى في الوصف، اذا كان تطبيق زرشيفر اللي هو برنامج فك الضغط، او اذا كان كمان الملف بتاع الكود، ملف التكست بتاع الكود، هتلاقيهم كلهم تحت في الوصف برابط مباشر ميديا فاير. تمام، حلو الكلام ده. فطبعا يا حبيب قلبي انت طبعا لما هتحمل الكود من تحت، تمام، من الوصف تحت من الفيديو، هتلاقي ان بعد ما تحمله هتلاقي ان الملف بتاعك موجود في ملف الداونلود في المكان ده.
تمام هتلاقي عموما الملف بتاع التكست او الكود بتاعنا هيكون موجود في ملف الداونلود هنا. تمام بعد ما بتعمل له عمليه استخراج بتضغط عليه وتعمل له استخراج هنا عادي، او لو عايز تستخرجه بره هنا في الواجهه بتاعتك العاديه عادي جدا. تمام هتلاقي الكود بتاعك خرج بقى بالشكل اللي انت شايفه ده، هتلاقيه بقى هنا اسمه كود فك حظر انتهاك مشدد بواسطه مايو. تمام هتلاقي الملف بعد الاستخراج مكتوب باسمه هو كود فك حظر انتهاك مشدد بواسطه مايو. ضغطت كده اهوت بقى مكتوب ايه؟ كود فك حظر الجديد، كود فك الحظر الجديد 2023. تمام كود فك الحظر الجديد 2023. انا بعرفك الكود، بعرفك الدنيا ماشيه فيها ازاي علشان تبقى عارف كل التفاصيل. تمام ركز معايا في الفيديو كويس وبلاش تبص كده او كده. تمام عشان بس تبقى ايه فاهم الدنيا ماشيه ازاي. حلو الكلام. طبعا هتضغط على الكود عادي جدا علشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي، بس انا ما بحبش افتح الكود من زارشيفر، بحس ان البرنامج ملعبك كده او بيجيب الكود شكله مش ظريف، فانا بحب افتحه من مدير الملفات اللي هو عادي جدا لو انت عايز تحمله من جوجل بلاي. تمام اهو الكود بالشكل ده، نضغط عليه كمان مره. ادي الكود يا حبيب قلبي قدامك بالشكل والمنظر ده. طبعا عايزك بقى تفهم كل حاجه، هيكون في تركيتين او 3 تركات بس كده في الفيديو علشان تطلع فاكك رقمك باذن الله. تمام اول حاجه يا حبيب قلبي زي ما عرفتك هو ده تطبيق الجيميل اللي هو موجود في كل التليفونات. تمام اللي احنا هنستخدمه النهارده في الشرح، وهيكون هو الفكره الاساسيه علشان نتواصل مع فريق الدعم ويفك رقمك باسهل طريقه باذن الله. تمام بس انا عايز اعرفك حاجه واوريك حاجه. تمام الكود شارح نفسه، يعني الكود شارح نفسه، ما انا مش هقعد اهري فيه كتير. الكود قايل كل حاجه. تمام ايميلات الدعم 1 2 الرساله الاولى اللي هتحطها في الموضوع، 3 الرساله الالكترونيه الاولى اللي هتبعتها. تمام وبعد كده الرساله الالكترونيه الثانيه اللي هتبعتها بعد ما الشركه ترد عليك. حلو الكلام. وهنا بقى ايه في 5 دي بقى معلومات ليك انت علشان تبقى عارف، عشان لو الكود اتبعت لك ملف تكست من غير فيديو فانت لازم تفهم الدنيا دي ماشيه ازاي. حلو هتروح على تطبيق الجيميل بتاعنا عادي جدا بالشكل ده قدامك. تمام ادي اهو الجيميل. حلو الكلام. دي الواجهه العاديه اللي قدامك دي. تمام هتضغط هنا على كلمه انشاء، ركز معايا في الفيديو، هتضغط معايا هنا على كلمه انشاء. انت كده خلاص المفروض بقى انك هتتواصل مع فريق الدعم. حلو المفروض ان انت كده خلاص هتتواصل مع فريق الدعم علشان ايه تبقى الدنيا زي الفل بقى، فاهمني؟ اللي هو انت كده خلاص هتتواصل بقى مع فريق الدعم علشان تكون جاهز انك تتواصل مع فريق الدعم وتشوف انت هتكلمهم ازاي. هو هنا اول خانه بيقول لك ايه، يعني مين الناس اللي انت هتبعت لهم. فاهم الفكره؟ هي دي بقى التركه الاولى. انا مش حاطط لك جيميل دعم ولا 1 ولا 2 ولا 3، انا حاطط لك بفضل الله 8 ايميلات للدعم بتوع شركه واتساب الاصليه او الاساسيه علشان تتواصل معاهم باسرع وقت ممكن ويفكوا الرقم باسرع وقت ممكن. تمام هتاخد كل الاكواد بالشكل ده نسخ. تمام حلو كده نسخ، وتروح هنا على الجيميل وتحطه كده. تمام وتنزل وتحط التاني وتنزل وتحط التالت وتنزل وهكذا، يعني تحط ال8 جيميلات تحت بعض بالشكل ده. ده هيخلي الشركة ترد عليك أسرع ومش هيكمل معاك الرد يعني ثواني بإذن الله. فاهم الفكرة؟ بس كده. طيب في الموضوع هنا هتعمل ايه؟ في الموضوع ده هتروح برضو على المكان اللي انت فاتح منه الكود عموما، وهتاخد الرسالة دي نسخ اهي، هتاخد الرسالة دي نسخ وتروح تاني على الجيميل، وفي انشاء الرسالة هتحطها هنا بقى في الموضوع، هتحطها هنا كده في الموضوع، هتحط دي بالشكل ده. تمام وفي الرسالة الالكترونية ديت تروح تاني تاخد الكود. تمام وتاخد ده كده كله. حلو تاخد ده كده كله نسخ. تمام تاخده نسخ كده وتروح برضو هنا كده وتعمل ايه. تمام حلو الكلام ده. طبعا زي ما انت شايف ولا في رقم ولا في اي حاجة. وبعد كده هتدوس هنا على علامة الارسال ديت، وكده خلاص كده الرسالة اتبعتت للشركة. تمام هتستنى الرد. طيب عايز اوريك بقى حاجة، ودي التركات تانية معانا في الفيديو. تمام التركات التانية اللي معانا في الفيديو. الشركة لما ترد عليا هترد عليا برد عامل ازاي؟ في رد واحد بس هو ده اللي احنا عايزينه يا شباب. الشركة ردت بالرد ده. تمام ما ردتش بالرد ده
بص تستنى ما تبعتش اي حاجة تاني ولا تبعت الرد بتاعك الا لما الشركة ترد عليك بالرد ده. تعال اوريكم ايه هو الرد اللي الشركة ترد عليك، وده اللي تعرف ان كده رقمك باذن الله خلال نص ساعة بالظبط هيكون مفكوك. تمام. من هنا يا حبيب قلبي بص اهو، هو ده الرد اللي هو thanks for your message. تمام. ومكتوب لك كده تحت. تمام. واهم حاجة علامة الزائد اللي ما بين قوسين ديت، علامة الزائد اللي ما بين قوسين ديت يا حبيب قلبي اللي هو بيقول لك ابعت لنا بقى رقمك المحظور بطبعا كود الدولة. فاهمني اهو اللي هو مكتوب كانتري كود، تبعته لنا بكود الدولة اللي هو انت مثلا انت مصري زائد 20 كذا. فاهم القصة؟ ده اللي انا بوضحهولك. تمام. بس لقيت الرد ده يا حبيب قلبي، ملي عينك كده من الرد ده عشان تبقى عارف لما يجيلك. لقيت الكود جه معاك بالشكل ده، انت كده زي الفل. كل اللي هتعمله بقى انك هتروح عامل رسالة الرد التانية، هتعمل حاجة كده اسمها الرد على الكل. وبعد كده ايه هتعمل ايه بقى؟ تروح حاططها لهم. طيب الرد على الكل اهو، هتعمل ايه بقى في الرد على الكل؟ طبعا انا مجهز لك اهوت الخانة زائد 20 محطوطة زي ما انت شايف. كل اللي هتعمله انك هتعمل ايه بقى؟ هتروح حاطط زائد 20 وتحط رقمك. يعني مثلا زائد 20 12 7 3 2 4 9 6 0 9، تحط الرقم وكده انت زي الفل. وتالت تركايه والاخيره معانا هنا بقى التاريخ اللي رقمك اتحذر فيه. انت مثلا رقمك طار يوم 1/2، تكتب هنا في التاريخ 1/2/2023 بفواصل عادي جدا بالمنظر ده. فاهم القصه؟ تقول 1/2/2023 بالشكل ده. فاهم القصه؟ الرقم بتاعك طار، تحط التاريخ بالمنظر او بالصيغه اللي انا وريتها لك ديت، وتبعت لهم بقى رساله الرد على الكل. وان شاء الله يا حبيب قلبي خلال نص ساعه بالظبط الرقم هيكون مفكوك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا قدم لكم الفيديو مايو السفاح، والسلام.